أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلوات ينفك بها الكرب وينزال بها الهم ويستجاب بها الدعاء ويرفع بها البلاء. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد، يا رب تبقوا كويسين. جيت لكم النهارده بفيديو جديد وروتين جديد، اتمنى انكم تتحمسوا منه. كان في بنوته اللي انا قلت لكم هعمل كذا سلسله، يعني اللي هي عن الترتيبات اليوميه او اللي هي يعني الترويق السريع اليومي اللي احنا بنعمله، والترتيب مثلا اللي بنعمله كل 3 ايام، والترتيب اللي احنا بنعمله كل اسبوع. فالنهارده حبيت ابدا معاكم باللي هو روتين الاسبوع لغرفه النوم المفروض يكون عامل ازاي، ونعمل ايه وما نعملش ايه. مبدئيا الاوضه عندي كانت متروقه، اللي هو الترتيب اليومي عادي. ولكن طبعا بما اننا بنتكلم في ترتيب اسبوعي، فحبيت اقول لكم انا بعمل ايه. اول حاجه جبت كده فوط اللي هي المايكرو فايبر دي، انا عندي منها فوط بخليها للمطبخ وفوط بخليها لبره المطبخ. مثلا مسح ازاز مثلا، او مسح بقع في انتريه او اي حاجه من الحاجات دي. فجبت فوطه كده نظيفه، وحطيت هنا شويه ميه سخنه، وشويه كده بسيطه من مسحوق غسالة الاطباق اللي هو البودر ده، وحطيت كمان دوني. ممكن تحطي ميه ودوني وحاجه بسيطه قوي من مسحوق الجل مثلا اللي انت بتستخدميه، اريال جل او حاجه. ولكن الدوني بيدي عندي ريحه خطيره يا جماعه، وخصوصا ان انا هحط في كل حاجه النهارده دوني. ده دوني اللي هو السايب، اللي هو بيكون من عند بتاع المعطرات، مش بتاع المعطرات، اللي هو بتاع المنظفات، او في ناس بتقول عليه الصبانه. فانا حطيت كده الدوني على الميه السخنه، بتحسي بقى ان انتي الريحه طالعالك قويه شويه، بتخلي ريحه الدوني مركزه. فجيت كده مسحت اللي هو التنجيد اللي في السرير ده اول حاجه بالفوطه، وبعدين هعدي كده مثلا اخد الايه الكوبس بتاع النور، اي كوبس نور بقى هيقابلك هتلمعيه. حتى يعني لو مش بتستخدميه كتير، يعني مثلا اللي عندي هنا في الاباجوره مفيهوش حاجه غير اللي هي الفيشه بس، ولكن برضو اكيد ايدينا لو فيها اي حاجه هتلاقيها طبعت، فبمسحه كده على طول. وطبعا اخدت اللي هي الشابوهات بتاعه الاباجوره معايا، والايد بتاعتها يعني مسحتها كده مسحه على السريع. دخلت طبعا اكيد من اساسيات التنظيف الاسبوعي ان احنا هنمسح الموبيليا بتاعتنا كويس. انا هنا بوريكم ان الارض قد ايه اصلا عندي مش نظيفه، لان انا عندي هنا يعني على الشارعين، الغرفه دي على شارعين، فبيجيها تراب كتير قوي، فمهما اتعملت برضو بيبقى فيها تراب. طبعا بنمسح الموبيليا بتاعتنا كويس جدا. انا هنا بمسح الازاز، وهنزل برضو على الكومود وهحرك بقى مكانه. المهم هنمسح الموبيليا كويس جدا جدا جدا. وطول ما انتي شغالة بقى كده حاولي تشجعي نفسك بأي حاجة، افتحي مثلا روتين لحد بتحبيه جنبك، قولي مثلا أذكار، أو شوفي ايه الحاجة اللي بتشجعك، مثلا اسمعي بودكاست، شوفي انتي حابة ايه. طبعا اوصيكم طبعا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي احنا عشان ننجز يعني شغل بيتنا وكده ونتحمس، وان ربنا يدينا القوة ان احنا ننجز شغل بيتنا، علينا طبعا بسبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله اكبر 34 مرة. هتحسي ان انتي فيكي قوة سبحان الله المعين، يعني هتحسي ان انتي خلاص عندك قوة سحر كده اهو. هتحسي ان الحاجة بتتنجز معاكي بسرعة، كأن في حد بيساعدك، انتي متخيلة؟ كأنك جبتي خدامة كده بتساعدك كده، او مساعدة كده بتساعدك وانتي واقفة، هتحسي ان انتي بتنجزي الحاجة قوي. عندي هنا البف ده بيتفتح كده. هو المفروض ان هو بيتحط عند السرير، ولكن انا ركنته كده عند الحيط عشان كل ما امشي كنت بتخبط فيه يعني. المهم نرجع تاني لكلامنا. وعايزة اقولك حاجة، كل امرأة راعية في بيت زوجها، يعني كل ست مسؤولة في بيت جوزها. سيبك بقى من كلام ان الست مش ملزمة ومش عارفة ايه والكلام ده، والست مش ملزمة ان هي لو باتت برا البيت تعرف جوزها هي كانت فين. لا طبعا احنا بنتكلم يا جماعة في اصول الدين،
كل ست راعية يعني مسؤولة في بيت زوجها. سبحان الله، أي حاجة بتعمليها في البيت سواء مثلا طعام، سواء ترتيب، سواء أي حاجة اللي هي أعمال اليوم اللي احنا بنعملها دي، سبحان الله احنا مثابين عليها، يعني أخدين عليها ثواب. برضو من الحاجات اللي احنا بنعملها كل أسبوع إن أنا لازم أعدي على المرايات كويس. المرايات بتبقى عندي متبهدلة، باخد الرياشة كده شوية، بنزل التراب اللي عليها، وبستخدم اللي هو البريكس ده. عارفين بريكس اللي هو منزل بتاع كده زي الديتول اللي هو الازرق ده؟ اه، منزل بقى منه البخاخ. هو كويس بتاع المرايات، كويس جدا. وعندي برضو البريكس اللي هو المعقم ده، جميل قوي بصراحة وبحب ريحته. عايزة اقولك بقى على حاجة هتساعدك جدا وانتي بتعملي مهامك اليومية او مهامك اللي هي الترتيب بتاعنا يا جماعة اللي احنا بنروقه ده. اوعي تبدأي وانتي شكلك مبهدل، هتلاقي ان ده بيدي ليكي انعكاس وطاقة سلبية جدا. هتحسي نفسك كده، سوري يعني، خدامة في البيت بالظبط كده اهو. لكن لما تصحي كده مثلا تاخدي الشاور بتاعك وهتلبسي حاجة كويسة، هتسرحي شعرك، حطي برفان، حطي زبدة كاكاو مثلا او اي حاجة بسيطة كده في وشك، هتحسي ان انتي بتبدأي بطاقة كده ايجابية، وهتحسي ان انتي عندك انتاجية افضل. غير لما تصحي مثلا وتحسي نفسك كده مسحولة كده زي ما انتي مدهولة كده على طول دخلتي على شغل البيت والحاجات دي، هتحسي نفسك سوري خدامة وش يعني. لكن لا، احنا بنعمل في بيتنا وكل حاجة طبعا بناخد عليها ثواب. كان في ست، انا مش فاكرة الكلام بالظبط يعني، ولكن امرأة أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له ايه، طب الرجالة بيطلعوا في غزوات وكده وبيحاربوا وبياخدوا ثواب واحنا ما بنطلعش. قال لها ان انتي تقعدي في بيتك وتعيني بيتك وزوجك واولادك واللي هي اعمال البيت اللي احنا بنعملها دي خير لك من الغزوات والحاجات دي. فاحنا فعلا كل حاجة لو حسبناها ان احنا كل حاجة مثابين عليها وكل حاجة بناخد عليها ثواب وكل ده بنعمله سبحان الله يعني، يعني في سبيل طاعة الله برضو، هتحسي ان انتي عندك رضا نفسي وعندك سلام نفسي. وعايزة اقولك اولا واخيرا، ربنا يا رب ما يحرمنا من صحتنا ونفضل نعمل ويدينا كده ايه القوة دايما ان احنا نبقى يعني قادرين ان احنا نعمل. بصوا بقى، هنا السراحة بتاعتي انا ما بحبش احط عليها حاجات كتير. هتقولي لي ده مش كتير، هقول لك لا والله ده مش كتير. انا عندي السراحة فيها مراية كده جرار وراها ضرفة خزين، دي بقى بركن فيها كل البادي لوشن والبادي سبلاش والبرفيومز بتاعتي، الحاجات اللي هي الميك اب والحاجات دي بحطها فيها وفي الدرج الاول من السراحة. فعلى السراحة مثلا ممكن احط اللي هو الكريم المرطب بتاعي، مثلا ممكن احط السيرم، ممكن احط روج مثلا خفيف، حاجات بسيطه قوي اللي انا بستخدمها، والبرفان والبادي سبلاش مثلا ان انا بستخدمه الفتره دي، تمام، علشان يبقوا قريبين من ايدي. بحاول اغير مثلا البادي لوشن او والبادي سبلاش مثلا والحاجات دي، بحاول اغيرها مثلا ايه كل اسبوع او حاجه، بحيث ان انا يعني اجدد الروايح، فاهمين؟ بس فهنا بقى جيت شفطت المكنسه بالمكنسه كويس. هتقولي طب ما احنا بنشفط كل يوم، هقولك اه احنا بنشفط كل يوم، او انا ممكن اشفط يوم ويوم يعني على حسب. ولكن برضو من الحاجات اللي حاولي ان انتي تعمليها في التنفيضه بتاعتك، ان انتي تشفطي بالمكنسه، علشان اصلا في يعني المشايات اللي هي الخفيفه دي انا هرفعها على سور البلكونه بس. يبقى كده معاكي مسح الموبيليا كويس. وكمان عايزه اقولك ترتيب سريع للدولاب. يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا مثلا واحنا بنرجع الغسيل بنحاول طبعا بقدر الامكان عشان ما يتراكمش علينا ويبقى ورانا شكل الدولاب مبهدل وكل حاجه. مثلا بترجعي مثلا تيشيرت في التيشيرتات، فاحنا هنعدي كده عدة سريعه كده على ايه، على التيشيرتات مثلا، نتاكد ان هما مترتبين كويس. تمام، هحط مثلا ملاية، مش هخلي بقى الرف كله واقع، او بسحب مثلا ملاية مش هخلي الرف كله واقع، هكذا. يبقى طبعا مسح الموبيليا، وعندك طبعا الدولاب هتعمليه، المرايات طبعا هتهتمي بيها، الشبابيك كماني ممكن تعمليها بالجاروف. انا هنا شفطتها بالمكنسة، ولكن الشبابيك انا كنت مرتباها يعني اسمها ايه، غسلاها في الروتين الاسبوعي. الشبابيك عندي واسمها ايه، والبلكونة قلموتين بس، في الأوضة دي عندي شباك واحد خشب، فده بعمله بالجاروف كده اهو. ويعني في التنظيف اللي هو الأسبوعي بالجاروف.
لو انت كمان الغرفة بتاعتك فيها بلكونة اوعي تهملي البلكونة. البلكونة داخلة معاكي في الروتين الاسبوعي، لان لو انت رتبتي جوه والبلكونة بره مش نظيفة، انت التراب ده كله هيدخلك تاني، واللي داخل واللي طالع في البلكونة خصوصا لو هي مستهلكة هتحس ان الدنيا عندك بايظة. تعالوا بقى ايه، خلصنا الحمد لله. انا هفرش السرير واتبقى لي مسح الارض وشكرا على كده. السرير بحب افرشه، انا مش كله عندي ملايات اساتك يعني. ده طقم السرير هقول لكم ازاي بعمله كده زي الملاية الاستك. بصوا هو الفيديو بيكون شارح نفسه شويه. بجيب هنا عصايه، او ممكن تجيبي اسمها ايه اللي هي المقصوصه اللي احنا بنحط بيها الاكل دي، وبدخل بيها كده جزء من الملاية يعني تحت. الطريقة دي بتثبت معايا الملاية كويس، وكمان بتديها شكل حلو كده، شكل فندقي كده. تمام. هتقولي لي انتي بتغيري الملاية كل اسبوع، هقول لكم لا، يعني انا ممكن كبيري في الملاية 3 4 ايام بالكتير على حسب حالتها. 4 ايام ده اقصى حاجة مثلا. ولكن في الروتين الاسبوعي لا، بحب اغيرها كده يعني ايه، بحس ان احنا نحس ان احنا عملنا بقى حاجة جديدة في البيت. جيت هنا بقى هاكمّل وامسح الأرضية. بُصّوا أنا باورّيكم هنا إن الموب اتبهدلت، فكل شوية باروح أغسلها في التويلت وآجي. بُصّوا بقى أنا باستخدم إيه، عندي البخاخة دي اللي أنا باحط منها، دي فيها ديتول، أو شوية كلور خام، فيها شوية كلور خام، وفيها شوية من الداوني ومَيّة سخنة، بس ما فيهاش أي حاجة تانية. طبعًا بتعقّم وبتبقى ريحة حلوة كده، وفي نفس الوقت مش باستهلك مَيّة كتير، أنا مش عايزة مَيّة، لأ أنا عايزة مسحة خفيفة بس مش أكتر من كده. حرّكت كده الباص وقُلت خلّيني آخُد وراه، عشان برضه يعني بيبقى مركون برضه بالأسبوع، فيعني عشان أعرف آخُد وراه كويس. الMop بتاعتي جميلة جدًا، لو حابين إن أنا أعمل لكم review عنها، أعمل لكم review مفصّل عنها اكتبوا لي تحت في الكومنتات. هنا بقى عندي التنزيلات اللي هي بتاعة الستاير اللي هي الجانبية دي، باحب إن أنا أربطها كده وارفعها لفوق، علشان طبعًا البخاخ بيبقى فيه برضه كلور وكده، فباخاف شوية من الحتّة دي. هارجّع كده الباف بقى مكانه. هنا أنا ما مسحتش بقى البلكونات، اللي هو الأماكن اللي هي الألموتين دي ذات نفسها، لإن كده كنت عاملاها قريب. البلكونة برضه كنت عاملاها من بالليل بالصدفة، لإن كنت طالعة أقعد فيها أو هانشر فيها، ما ينفعش إن أنا أطلع أقعد فيها أو حتى أنشر فيها، بس مجرد الغسيل كده، من غير طبعًا ما تكون مغسولة كويس، والكوبيستا مغسولة كويس، والأحبال مغسولة كويس، عشان الدنيا هنا بتبقى تراب شوية. خلاص بقى رجعت الشبهات مكانها، وده كان شكل الغرفة النهائي. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إنكم تكونوا استفدتوا من الفيديو، ويا ريت لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش إنكم تضغطوا لايك الموجودة تحت، وكمان تضغطوا على كلمة اشتراك الموجودة تحت باللون الأحمر، وتكتبوا لي كده كومنت حلو زيكم. واستودعكم في رعاية الله، وادوني كمان أفكار لفيديوهات جاية، يعني حابين الفيديو الجاي مثلا يكون ايه وكده. هكون مبسوطة طبعا لو شاركتوني برأيكم في الكومنتات، نحس كده ان احنا اخوات كده مع بعضنا. بس سِبتكم في رعاية الله، مع ألف سلامة.